معظم الطلبة الثانوية في الوقت ده متضايقين، وانا شايف سبب ان هم يكونوا متضايقين هم سببين ملهمش تالت. اول حاجة ان هو بيكون محتار بين المراجعة والمذاكرة، يعني لسه ما خلصش مذاكرة وعليه مراجعة وعايز يحل، وان هو بيسمع ناس كتير بتقول ده انا خلصت وخلصت وخلصت وخلصت. فعشان كده بقول لك بص في ورقك ومالكش دعوة باللي حواليك، اعمل جدولك، توكل على الله، ابدأ ذاكر، ونوي نية حسنة ان انت تخلص مذاكرة وبعد كده تبدأ تحل. تمام، ومالكش دعوة باللي حواليك نهائيا. وان كان الحاجات اللي عليك كتيرة تاخدها جزء جزء، يعني مثلا عندك مراجعة وعندك مذاكرة وعندك حل، ابدأ بالمذاكرة، خلص مذاكرتك كده بالأول، حتى لو مش مخلصة بنسبة 100% في المراجعة هتتجاب. تمام، فابدأ كده حاول ان انت مش عايز اقول تكروت، لا تذاكر بس تقدر تذاكر تلم المعلومات اللي انت عايز تلمها من الدرس بسرعه عشان الوقت. تمام، وتبدا بقى تخش على ايه، تبدا تخش على